أموالهم تحت مسميات الخمس وما أدراك من مسميات أخرى. هؤلاء الشيوخ الذين يستلبون عامة الناس أموالهم ويطلبون إليهم أن يقبلوا أياديهم، فالمانح هو الذي يقبل يد الممنوح. شاهد كيف يقبل يد الشيخ مع كل دينار يدفعه، فالقبلات بعدد المدفوعات. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وماذا بعد؟ بدع وضلالات لا أنزل الله بها من سلطان، ضحك على هؤلاء العامة، دروشة وهسترة، وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا أحد أصحاب البدع، ويدعى بالشيخ حازم أبو غزالة، من أصحاب الطريقة الصوفية القادرية الذين ابتدعوا العبادة بالرقص وضرب الدفوف والقفز كالمجانين وعبادة الأشخاص وتقبيل أيادي الشيوخ. ألا لعنة الله على أولئك المبتدعين في دين الله وفي سنة رسوله الكريم. شاهد هذه الحركات البهلوانية، وكأنهم من فئة القرود يقفزون ذهابا وإيابا وأعلى وأسفل، وكأنهم في حالة من الهستيريا، ولا تدري سببا لتقبيل أيادي هؤلاء الضالين المضلين لشيوخهم